حكايتنا النهاردة فريدة من نوعها، فعاوزك تركز معايا عشان تفهم الحكاية. بطلنا الناس شايفاه موظف ملوش قيمة، بس اللي مش عارفينه ان عيونه بتشوف اللي محدش يقدر يشوفه، وده مش بس عشان ينتقم من الوحوش، لكن قصته قصة تحول أسطورية من ولد مرفوض لبطل لا يقهر. وكالعادة قبل ما نبدأ حكايتنا وجب التنبيه بان كل ما ورد في القصة من احداث فهي من الخيال وملهاش اي علاقة بالواقع. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ في احداث الحكاية. في عالم ما بيعترفش غير بالقوة، عالم بيتولد فيه الناس ومعاهم شغلانة وارثينها من أهاليهم بتحدد مكانتهم ومستقبلهم وقيمتهم، ولو اتولدت بمهنة ضعيفة يبقى مكانك معروف هيوصلك للموت. لكن ايه رأيك لو قلتلك ان في وظيفة الكل بيستهين بيها، شايفينها مجرد رقم زيادة، وان صاحب الوظيفة دي هو اقوى كائن على وجه الارض؟ بطلنا اسمه اين بيشتغل مع مجموعة صغيرة مكونة من مغامر وساحرة بيدخلوا الديمس عشان يقتلوا الوحوش ويجمعوا كل حاجة غالية في جسمهم عشان يبيعوها، والشخص اللي بيقيم ايه الغالي في جسم الوحوش هو بطلنا اين. وفي الديمس المجموعه بتقتل وحش على شكل فار وبيقولوا لاين روح قيم اغلى حاجه فيه وهاتها، لكن اين كان شايل كل المعدات وبيمشي بيهم بالعافيه، واول لما بيقع باللي شايله بتبتدي التريقه عليه، ولما بيسمع كلامهم بتصعب عليه نفسه. وبنعرف هنا ان في زعماء عايشين وسط الناس. اول لما طفل يتولد زعيم النور بيديه وظيفه وزعيم الظلام بيديهم المواهب، لكن الباقي بيكون على الاطفال اللي المفروض يكبروا ويطوروا مواهبهم، لكن اغلب الاطفال بيورثوا وظيفة عائلتهم، وطالما عيلته اتشهر بوظيفة مستحيل تتغير. وفي العالم الناس بتتقسم لثلاث وظائف على طبقة وهي نادرة جدا بتضم عدد محدود من الموهوبين والتجار والاغنياء وكمان اصحاب المناصب. والطبقة التانية هي الاشخاص اللي عندهم وظائف مختلفة لكن بيقدروا من خلالها يكسبوا فلوس ويكونوا اغنياء وبيكونوا مبارزين وسحرة ومغامرين وكمان تجار. والطبقة الاخيرة هي الطبقة المتدنية واللي بتضم عامة الشعب والفلاحين واللي ما بيقدروش يوصلوا لاي مكانة مهما عاشوا من الزمن. وبطلنا بيكون واحد منهم وخد وظيفة أهله بعد ما ماتوا، ولما ما قدرش يحافظ على الوظيفة ومحدش رضي يعلمه سر المهنة قرر إنه يمشي في سكة مختلفة لكن مناسبة للطبقة اللي هو فيها، يكون مساعد للمغامرين واللي هو شيال بمعنى أصح، لكن كانت عنده موهبة التقييم واللي بيقدر بيها يفحص جسم الوحوش ويدور على أغلى حاجة ممكن تتباع وتجيب فلوس، لكنه مش بياخد حاجة من اللي بيجمعها غير ملاليم، والكنوز بتروح لمجموعة المغامرين. وأي لما بيلاقي صعوبة إنه يسحب أسنان الفار بيطلب منهم مساعدة لكن محدش منهم بيرضى يساعده، وبيقولوا له انهم مش مستعدين يحطوا ايديهم في جثه وان دي وظيفته يجمع الزباله، ومش بياخد منهم حاجه غير الضرب والاهانه. وهم بيتمشوا في الديمس بيلاقوا جثه كلب الجحيم ودي كانت كنز بالنسبه لهم، وبيطلبوا من اين يقيمه وياخد اغلى حاجه فيه، لكن اين كان خايف لانه وحش خطير ورفضوا لكلامهم بيخليهم يضربوه. ولما بيتمشوا تاني بيلاقوا كلب غيره وبيكون في طريق مختلف، لكن الرعب بيدخل قلب اين واللي بيحذرهم انهم لازم يخرجوا بسرعه لان ده مش طبيعي يظهر صدفه، لكن المغامر بيقول له لو ما نفذتش الاوامر اعتبر نفسك مطرود. واي لما بيفكر بيخاف يتشرد وما يلاقيش ياكل لانه لقى الوظيفه بصعوبه، فبيوافق وبيدخل معاهم وبيلاقوا عدد كبير جدا من الكلاب. وقبل ما اين ياخد خطوه لقدام بيلاقي قطيع كلاب الجحيم قدامه، والكلاب دي ماتت بسبب معركه بين القطيع، والمغامر والساحره مش بيلاقوا حل تاني قدامهم عشان يهربوا غير انهم يضحوا باين، والساحره بتستخدم تعويذه شلل عليه عشان الكلاب تنشغل فيه ويسيبوا لهم فرصه يهربوا، وبتقول له قبل ما تمشي ان التعويذه هتاخد دقيقه بس، يعني لو كان محظوظ هيقدر يهرب، وبيسيبوه وبيجروا والكلاب بتهجم على اين عشان ياكلوه. وبعد دقيقة تعويذة الشلل بتختفي وبيقوم اين وبيمسك حجر وبيضرب الكلاب، وحتى الكنوز اللي جمعها من الوحوش بيرميها عليهم وبيهرب بعيد عنهم، لكن حتى الطريق اللي بيوصله بيكون مسدود لان المغامر والساحرة حبوا يحبسوه، فبيجري من طريق تاني وبيلاقي حفرة كبيرة قدامه، يعني لو رجع الكلاب هتاكله كده كده ميت، فبيقرر انه يموت بكرامته افضل وبيرمي نفسه من على الصخرة، وبيكون مبسوط انه عمل كل اللي يقدر عليه في حياته حتى لو كانت صعبة لكنه كان بيجاهد فيها. لكنه بيقع في بحر وبتظهر له بنت جميلة جدا بتعالج كل جروحه، ولما بيفوق ما بيصدقش انه لسه عايش وازاي ما فيش اثر للجروح على جسمه، وبيلاقي قدامه شجره عملاقه ودي بتكون شجره العالم. ولما بيقيم الميه اللي بتنزل منها بيلاقي ان دي ميه بتشفي اي جروح وبتعالج اي مرض، والشجره جواها مانا ملهاش حدود، ومش بيصدق ان الشجره دي موجوده فعلا لان من زمن بعيد كانت الشجره موجوده وسط الكوكب، والناس بتروح لها تتنفس المنع عشان طاقتهم تتجدد، والعلماء لما لقوها اختفت قالوا انها دبلت ومبقاش ليها وجود. فاين بيتوقع ان الشجره هي اللي انقذته، فبيقعد جنبها لغايه لما بيحس بالملل والجوع، وبيلاقي ان اعمق مكان في الديمس موجود قدامه، وبيخاطر بحياته وبيدخل لهناك عشان ما يموتش من الجوع، لكنه اول لما بيدخل بيقابله وحش بشع بيشرحه ل100 حته، وبعدها بيظهر دب عملاق جدا بيقطع وشه بمخالبه وبيمسكه يفعصه لغايه لما الدم بيخرج من كل مكان في جسمه، لكن فجاه بتظهر بنت في اخر ثانيه وبيكون خلاص هيموت وبتنقذه مع انها ما كانتش عايزه تنقذه لانه بشري، وبتاخده ترجعه لشجره الحياه من تاني.
وجروحه بتخف وبيرجع طبيعي زي الاول، واول لما بيفوق بيلاقي البنت الجميله في وشه وبياخد عين مختلفه بدل العين اللي خسرها. وايم بيفضل باصص للبنت الجميله مش عارف ينطق من حلاوتها، فبيسمع صوت وراه، ولما بيبص بيلاقيها الست اللي انقذته بتقول له بصوت شديد بنتي عملت لك شاي مخصوص اشربه واحمد ربنا انك لسه عايش. ولما ايم بيقول لهم انتوا مين بتمسكوا من دماغه بتقول له اشرب وانت ساكت، مستحيل حد يرفض طلب لبنتي، وبتشربه له بالعافيه. ولما بتلاقيه بص لها وركز معاها بتقول له اي فكره مش تمام هتيجي في دماغك من ناحيتها همحيك من الوجود. فايم بيقول لهم افهم من كده انكم انتوا اللي انقذتوني مش الشجره. فالام بتقول له انا ما كنتش عايز انقذ بشري وخصوصا بشري ضعيف زيك، لكن بنتي يوري كانت مصره انها تساعدك وبتامره انه ينحني احتراما ليها عشان ما كانش هيعيش لولاها. لكن ايم بيفضل باصص للبنت بنظره اعجاب وده بيعصبها اكتر وبيخليها تضربه. فايم بيقول لها انت ازاي امها، وبعد كده بتعرفه على نفسها وبتقول له انا اسمي اورسو حارسه لشجره العالم، وفي العالم كله مش موجود غير 9 اشجار زي دي وانا واحده من الحراس، بنخلي الشجر في امان من كل الهجمات الغريبه ومن وقت ما غرست الجذور هنا وانا بعيش جنبها. فايم بيقول لها يعني يوري بشريه وانت لا. فاورسو بتعرفه ان يوري هي روح واراده الشجره نفسها. فايم بيقرب من يوري وبيقول لها يبقى عشان كده هي جميله جدا. فاورسو بتلاقي يوري اتكسفت فبتضربه تاني وبتقول له ابعد عن بنتي، وبعدها بيستغرب ازاي قدروا يشفوا جروحه خصوصا ان نص وشه وعينه كانوا بايظين بسبب هجمات الدب. فاورسو بتقول له انا عالجت كل جراحك بكام نقطه من الشجره لكن مستحيل كانت ترجع عينك اللي باظت، فاضطرينا ناخد جزء من الشجره ونصنع لك عين بدل اللي باظت، ويوري برضه هي اللي طلبت مني كده لولاها ما كنتش هعمل كده. فاي مش بيكون مصدق اللي بيحصل، فيوري بتكون مكسوفه جدا وبتقول له عشان انت طبطبت عليا وشكرتني. فاورسو بتقول له دي مش اول مره حد يقع من الديمس لهنا، ويوري دايما بتنقذهم لكن دي اول مره حد يشكرها. ولما بيعرفوا ان دي شجره العالم بيأذوها وبيقطعوا الورق بتاعها عشان يستغلوا قوتها، وبتقول له بما انها عملت اللي عليها يلا ورينا عرض قفاك. لكن يوري بتقول لها هيروح فين، لو رجع للديمس هيموت، وبتترجاها انها تتصرف. لكن اورسو بتقول لها انا مرتبطه بحراستك ما ينفعش اخرجه من الديمس واسيبك. ولما بتلاقيها بتبكي بتستغرب لانها مهتمه بيه للدرجه دي وما بتلاقيش حل غير انها تدربه، وبتقول له انا هخليك قوي جدا عشان تقدر تخرج من الديمس لوحدك. فايم بيبكي من الفرحه لان دي اول مره حد يعامله كده، وبيقول يعني انا هقدر اخرج من هنا حي، وبيحضنهم هما الاثنين من الفرحه. فاورسو بتقول له انت هتتدرب على ايدين اقوى حكيمه في العالم، وبتكون عايزاه يكون عنده صبر وعزيمه من حديد، وبتاخده المكان قريب في الديمس، وبتقول له اول تدريب انك تعرف تستخدم عينك. فايم بيغمض عينيه وبيحاول على قد ما يقدر، ولما بيفتحها بيلاقي المكان كله نور بعد ما كان ضلمه، وبيلاقوا الخفاش اللي شرحه نايم. فاورسو بتصحيه وبتقول له لازم تطلع من هنا سليمه عشان تنجح في اول تدريب، واستخدم موهبتك في التقييم مع عين الشجره. ولما بيقيم الخفاش بيلاقي انه بيحب يقطع ودن عدوه، وقبل ما يتجنب هجمته بيقطع له ودنه. فاورسو بتحمي نفسها وبتكب عليه نقط من ميه شجره العالم، وبترجع ودنه مكانها، وبتبص له بنظره شر وبتقول له يوري اديتها لي عشان عارفه خطتي كويس، هنفضل نتدرب وقت طويل هنا ومهما يأذوك هرجعك سليم ما تخافش، لكن لو الميه خلصت مش هتخرج من هنا وهتبقى وجبه دسمه للوحوش. فايم بيحس انها مش هترحمه، فبيستخدم العين اللي قوتها بتعدي حدود البشر، وبيقدر يعرف الهجمه جايه منين، وبياخد اسبوع تدريب مع الخفاش، وبيجي وقت الدرس الثاني انه يهزم الخفاش. لكن ايم بيقول لها انا ما اعرفش احارب ولا معايا ادوات، لكن اورسو بتفهمه ان عينه تغني عن سيوف العالم كله، وبتديه عصايه من الخشب اتصنعت من شجره العالم، وبتقول له ان يوري استحملت الم كسر الغصن عشان تساعدك. فايم بيكون شاكر جدا ليوري بسبب كل اللي بتعمله معاه، وبيقف في وش الخفاش خلاص عارف امتى هيهجم، لكنه ما بيقدرش يسيبه لان حركته بتكون بطيئه بالنسبه للخفاش سريع، فبيستخدم قوه عين الشجره، وبيشوف الخفاش وهو بيتحرك بهدوء جدا ناحيته، وبسبب العين بيقدر يسيبه. والضربه كانت قويه جدا ما تطلعش من اين اللي عمره ما مسك سلاح، وبيفرح جدا انه قدر اخيرا ولا اول مره في حياته يهزم وحش، وبيكون من مستوى عالي. لكن اورسو بتضربه وبتقول له ما تحتفلش بسبب اول نجاح، قدامك خفافيش كتير لسه لازم تهزمهم عشان تدخل لمستوى ابعد. لكن ايم بسبب قوه العين والخاصيه الجديده اللي اكتشفها بيقدر يهزمهم كلهم. والدرس الثاني بتقول له بعد ما تموت الوحوش خد منهم قوتهم لنفسك، لكن ايم بيقول لها حتى لو قيمت قوتهم مش هقدر انسخها واخدها. فاورسو بتقول له العين ضافت لك صفات كتير لازم تستفيد منها والا هتفضل طول عمرك مبتدئ. ولما بيجرب ياخد القوه منهم بتدخل قوه في جسمه كانها برق، وبيجرب القوه دي وبتكون سرعته مش طبيعيه لدرجه ان عضلاته بتتاذي، لكنه مش بيستسلم وبيعتمد على الميه اللي بتشفيه، وطبعا خوفه من اورسو بعد ما بيكون مستعد. فاورسو بتقول له قيم قوتي لكنه ما بيعرفش، فبتعرفه ان قوتها تقدر تقول اي حاجه وتتنفس كانها ساحره، لكن مش محتاجه تعمل اي طقوس، بمجرد بس ما بتقول التعويذه السحر بيتحقق. وقبل ما تحرقه ايم بيستخدم التقييم
وبياخد نسخه من قوتها وبيتدرب على القوه الجديده اللي خدها لمده 15 يوم لغايه لما بيكون متمكن في السحر. وبعدها التدريب بيكون عنده قوه العين الروحيه والسحر اللي احترف فيه وسرعه الخفافيش والجسم اللي بقى مرن وقوي جدا بسبب ميه الشجره. فأورسو لما بتحس ان بقى مستعد بتقول له ايه رايك تنتقم، وبتاخده لمكان الدب العملاق وبتقول له لو استخدمت قوه العين صح هتقدر تهزمه بعد حرب طويله. فبيقرب من الدب وما بيكونش خايف وبيستخدم سحر النار، لكن مهما كان سحره قوي فهو هيكون ضعيف قدام الدب لان الدب ده بقاله الاف السنين في الديمس، لكن لما بيستخدم قوه العين اللي ضعفت قوه السحر بيقدر يهزمه بسهوله في النهايه. وبعدها اين بيقيم قوه الدب وبينسبها لنفسه، لكن في كل مره بتدخل فيها قوه جديده ليه بيحس بألم شديد. وأورسو بتفرح لانه اخد ثقه كفايه بانه يقف قدام اي وحش، وبتقوله دلوقتي بقوتك دي هتقدر تعدي باقي الديمس لوحدك من غير ما تموت. ودي كانت نهايه التدريب. ولما بيرجعوا ليوري، أورسو اللي ما كانتش طايقاه بتقول له معايا هديه وداع، يوري عايزه تديها لك وبتمدله حجر كريم وده بيكون نواه روح شجره العالم. فاين بيقول ليوري انت اديتني قوه كفايه مش هقدر اقبل حاجه مهمه بالنسبه لك. فأورسو بتضحك وبتقول له دي هتستلفها مش اكتر وهترجع لنا هنا اول لما تموت، وبتزرعها في عينه بقوه سحرها. واول لما اين بيفتح عينيه ما بيلاقيش يوري وبيكون عايز يشوفها عشان يشكرها، وهنا بتظهر له وبتعرفه انها مرتبطه بالحجر، يعني هي هتكون جوه العين الروحيه هتلازمه في كل مكان. وطبعا أورسو بتضربه لانها مش قادره تسيب اهم واحده في حياتها مع شخص ضعيف ما تعرفش عنه حاجه، وبتقول ليوري ما كانتش تعرف حد غيري من اول لما اتولدت، لا صديق ولا قريب، وبرغم انك مغفل لكن عندك قلب طيب، وانا مش عايزاها تكمل باقي حياتها لوحدها، عايزاك تخليها تشوف العالم. واين اللي مش قادر يستوعب انه يتحرك بقوه شجره العالم الموجوده في عينه بيوعدها انه هيحافظ عليها، وبتديه قوه جديده قبل ما يمشي بالسحر يقدر يحتفظ باي حاجه في مخزن سحري، وبتديه سيف اتصنع من الشجره وبتطعنه في عينه، وبتخليه يبلع حجر الفلاسفه واللي بيتشكل على هيئه عين بدل اللي باظت عشان تقدر تتواصل معاه دايما وتشوف كل حاجه بتحصل معاهم. فاين بيسال يوري ايه اللي نفسها تعمله لما تطلع سطح الارض، فيوري بتقول له عايز اشوف اخواتي الكبار والصغيرين. فأورسو بتقول له ان نواه شجره العالم الكبير اتقسمت لتسعه وكل واحده اتوزعت في ديمس مختلف. فاين بيحس ان دي طريقه يرد لها الجميل بيه ويوعدها انه هيخليها تقابل عيلتها، وبيدخل الديمس وأورسو بتتواصل معاه وبترشده للطريق الصح، وكل ما بيقرب من خطر بتعرفه، فبيخرج السيف من المخزن السحري وبيهزم افعى من مستوى عالي جدا وبيكمل طريقه وبيقف قدام باب كبير. فأورسو بتقول له كل ديمس فيه زعيم بيتغذى على ارواح البشر بيحمي نواه المتاهه، وعشان يتفتح الباب لازم تهزم الزعيم، وطبعا مش محتاج اقول لك هم اقوياء قد ايه. فاين بيتوتر وبيخاف لكن يوري بتطمنه انها هتفضل جنبه، وكمان أورسو بتشجعه. فاين بيقول لنفسه انه مبقاش زي زمان، ما بقاش يجمع الزباله عشان يعيش، وبيقول انه بقى انسان عايش مع شجره العالم وبقى قوي جدا. وبيدخلوا لقلب الديمس وبيوصلوا لنواه المتاهه، لكن بتظهر لهم دايره سحريه بيخرج منها الزعيم وبيكون وحش صخري عملاق. فأورسو بترشده يعمل ايه، لكن ما كانش فيه مقارنه ابدا في فرق الحجم والطول، وبيستخدم اعلى درجات السرعه في الحركه، وكمان بيستخدم تقنيات جديده، لكن ضربه واحده من الزعيم بتنزل عليه كانها نيزك، وكل ما يوري تلاقي جسمه اتصاب بتعالجه بميه شجره العالم، وبيكون مصر انه يحمي يوري اللي ساعدته وانه يخرج للعالم تاني. كل ده بيخليه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما يتاذيش. وأورسو بتقول له استخدم اعلى نقطه سحر علمتها لك، لكن لو ما هزمتوش بيها من اول مره هيكون صعب جدا تستخدمها مرتين في نفس اليوم. فاين بعدها بيستخدم اعلى نقطه سحر بيستخدم فيها كل ذره من قوته وبيدمره بالسحر لدرجه انه بينصهر من شده قوته، كأن القوه دي ما كانتش نار، دي كانت بركان وانفجر. فبيشكرهم لانه ما كانش هيقدر يعمل كل ده ابدا لوحده. وبياخد قوه الزعيم وبتظهر له أورسو بعد ما اتنقلب بسبب العين، وبتقول له انا اقدر اخلي عينك قوتها تكون اعلى اضعاف لو استخدمت قوه نواه المتاهه. وبعدها بتنقل قلب الديمس لجوه عينيه لدرجه ان مستواه بيعلى 6 درجات وبيوصل للمستوى 12. وبعد ما بياخدوا قلب الديمس بتتقفل كل الابواب اللي تدخلهم لشجره العالم الام، وبكده محدش يقدر يوصل لها تاني، ويوري هتعيش في سلام ويقدروا اخيرا يخرجوا من الديمس بسلام. وبعد كده بنروح للمغامر زويد واللي بيكون خان اين في الديمس، وبيكون خلاص اتجنن من كلاب الجحيم اللي شافها، وكل اللي يشوفه يحكي له وينصح الناس انهم ما يقربوش من الديمس، وبيقول ان اين هو اللي ضحى بنفسه عشانهم وبينسى اللي عملوا فيه عشان ما يتقبضش عليه. لكن اين بيسمع القصه الكدابه اللي ماشي يحكيها للناس وبيقول له هو مين اللي مات. فبيقف زويد مصدوم وبيقول له انت لسه عايش؟ ازاي انت لسه عايش؟ مستحيل تهزم الوحوش دي. لكن اين بيحكي لكل الموجودين القصه الحقيقيه، ولما بيلاقي الناس هاجمته بيدافع عنه وبيقول لهم مهما كان برضه انا كنت شغال معاهم ولولا ما كنتش هبقى في اللي انا فيه دلوقتي، وبيشكره وبيمشي. لكن الناس كلها بتاخد بالها ان اين بقى انسان مختلف عن الاول. فبيروح اين مع يوري وأورسو وبيسمعوا صوت حد بيصرخ، فبيروح اين ينقذ الناس من الوحوش
الوحوش وبياخد قوتهم، ويوري وأورسو بيشفوا المصابين، واين بيروح يطمن على الباقي، لكن بتشوفه بنت بتحضنه وبتقول له انت بطلي. فاين بعدها بيقول للشباب اللي معاها لو انت اخوها اتصرف اعمل اي حاجه. فالشاب بعدها بيعرفه على نفسه، بيقول له انا جاسبر رئيس شركه تجاريه، ودي كلاوديا الاميره الثالثه في المملكه، وبياخدوه الاسرى عشان يشكروه. لكن كلاوديا كانت مصره انها تقرب من اين، لكن يوري بتغير عليه وبتقول لها انا مراته. فكلاوديا بتقول لها ما عنديش مانع اكون مراته الثانيه. فاين بيفقد النطق بسبب الخناقه اللي كانت عليه، فجاسبر بياخده لمخزن الاحجار وبيقول له انا قدرت اعرف ان عينك الشمال هي نواه روحيه، ودي مصدر قوه شجره العالم. وبيحكي له الاسطوره اللي بتقول ان كان في ملك شياطين على الارض حاول يدمر العالم، وشجره العالم وقتها خسرت كل قوتها عشان تدمره. وبيقول له انه كان بيدور على النواه دي من زمن طويل جدا، وبيطلب منه انه يعيش معاه للابد عشان يفضل جنب العين اللي اتمنى يشوفها عمره كله. وقبل ما اين يرفض، اورسو بتقوله لازم توافق عشان مصلحتك، اكيد هو عارف كل المعلومات عن اشجار العالم الباقيه، هيوصلك لباقي الدياميس بسهوله. فاين بيقول لجاسبر انا موافق اكون صديق ليك، لكن اين بيقول له عرفني كل المعلومات عن انويه الروح الباقيه. فجاسبر بيعرفه انهم موجودين في اماكن خطر جدا والوصول ليها يعتبر مستحيل. بعد كده جاسبر بيعرفهم مكان ديما السري، فبيروحوا هناك على امل انهم يلاقوا حد من عيله يوري. ولما بيدخل اين بيلاقي نهايه مسدوده، فاورسو بتعرفه ان ده محتاج سحر النقل، واين بمجرد ما بيلمس البوابه بتتفتح لوحدها وبيتنقل لغابه جميله جدا موجوده جوه الديمس. لكن اورسو بتحذره ان دي اوهام، وبيسمعوا صوت بنت صغيره وبتقول بحماس شديد اهلا باخت يوري، بقالي فتره كبيره ما شفتكيش. فبتخرج يوري متحمسه وبتندى على اختها الصغيره وبيكون اسمها بينا، واللي كانت بتراقبهم من بعيد اول لما دخلوا الديمس. وبتتفاجئ ان اختها تعاونت مع بشري بعد ما كانت منعزله عن الكل، وبتقول لهم انها موجوده في نهايه الديمس، ولو عايزين يوصلوا لها مضطرين يمشوا الطريق اللي مليان بالوحوش والمصايد. ولما بتلاقي اين اتحمس وبدا طريقه، بتقول له الديمس اللي انا بنيته مختلف عن كل الموجودين في العالم، ولو استسلمت من اول الطريق مش هستغرب. لكن اين بيقول لها انا ما جيتش لغايه هنا عشان استسلم. وبمساعده اورسو اللي بتعرفه مكان كل فخ قبل ما يقع فيه بيقدر يعدي نص الطريق، وبينا اللي كانت مراقباه خلاص هتتجنن لان محدش دخل الديمس السري بتاعها وقدر يوصل للمرحله دي ابدا. وبعد وقت قليل اورسو بتقول لاين في وحش قدامك، لكن الوحش كان شكله غريب كانه خارج من نبات، وبيخرج من ايده لقاح النوم عشان اين اخد قوه المقاومه من درع الدب ومفيش حاجه بتاثر فيه. وبيقول لبينا اللي كانت بتصرخ من الغيظ انا بعمل كل ده عشان يوري تقدر تقابلك، وبيخرج السيف وبيموت الوحش وبياخد قوته. واثناء لما كان مشغول بيكون في وحش مستخدم قوه التخفي بيهاجمه، لكن اين بيفضل مستحمل الهجمات العاديه واللي مش بتاثر فيه لغايه لما اورسو بتعرفه مكان الوحش. فاين بيضرب الارض وبيلاقي ان صاحب الهجوم هو نمل عملاق، وبعد ما بيقيمها وبياخد نسخه من قوتها بينا بتقول له مش هسمح لك توصل غير لما تستسلم قوة الديمس، واللي جاي اصعب بكتير، وبتخلي وحشين يهجموا عليه. لكن اين بكل سهوله بيستخدم السرعه القصوى وبيموتهم بالسيف، وبينا خلاص دماغها هتنفجر وبتقول له انت اكيد وحش. لكن اين بيقول لها انا بشري وموهبتي بقيم الوحوش. لكن بينا ما بتشوفش ان ده عادي ابدا، حتى لو كانت الموهبه دي ملهاش قيمه في العالم، لكن بالاضافه لاضافتها يوري خلته يكون صاحب اقوى عين في العالم. فبعدها الساحر زويد بيدخل نقابه المغامرين عشان يدور على حد يساعده، لكن بالصدفه بيلاقي الساحره جورين اللي كانت معاه بتحكي للمغامرين ان زويد هو اللي اجبرها تقول التعويذه على اين عشان يحمي نفسه ويهرب. وكل النقابه بتبص له بنظره وحشه بسبب غدره والقسوه اللي اتصرف بيها مع اين المسكين وبيطردوه. لكن ده بيخلي زويد عايز ينتقم لانه شايف ان اللي عمله صح، عشان يقدر يعيش كان لازم يضحي بغيره. فبيفكر في اي طريقه تخلي الناس ترجع تثق فيه من تاني، وبسرعه بيروح لديمس مجهول بينقله على الغابه اللي دخلها اين. لكن مع اول فخ بيرجع تاني لنقطه الصفر، وبيتكلموا بينا تعرفوا ان الديمس ما فيهوش موت. فزويد بيستغل كده وبيدخل يقع في كل فخ شويه، لكنه بيرجع بعدها، وحتى هجمات الوحوش اللي بترجع من تاني ما بتفرقش معاه. فبيخرج له وحش تمساح كبير مش بيقدر عليه، وبينا بتقوله بمجرد ما تستسلم هتطلع بره الديمس سليم، لكن كبرياءه بيخليه يكمل. وقبل ما التمساح يموته بيجي اين وبينقذه وبيقتل التمساح. وزويد اول لما بيشوف اين بيتصدم وبيشوفه وهو بيقيم الوحش وبياخد قوته وما بيصدقش عينيه، وبيقول له مستحيل واحد كان بيجمع زباله زيك يهزم وحش من مستوى عالي بضربه واحده. فاين بياخد ميه من يوري وبيشفي جراحه وبيقول له معلش انا مستعجل، وبيحط ايده على راسه وبيقول له نام ربع ساعه، وبيقول لبينا اعتبريه استسلم وخرجيه من هنا. وكل ده زويد مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل. فبيدخل اين بعد كده من بوابه زعيم الديمس، فاورسو بتخليه يطير لان العدو خارج من الارض، وفجاه الارض بتتقسم وبتخرج منها سلحفاه عملاقه. فاين بسرعه بيستخدم سحر النار عليها لكن ده ولا بيأثر فيها. فاين بيخاف جدا لانه ازاي هيهزم وحش مفيش اي هجمه بتأثر فيه. ولما بيحلل المكان بيلاقي ان قطعه الارض اللي خرج منها اصغر من حجمه الطبيعي، فبينزل على الارض. ولما اورسو بتقول له هيموتك طير لبعيد،
بعيد. فاين بعدها بيقول لها ده وهم، وشكله الحقيقي انا شايفه بعين الشجره. وبمجرد ما بيقول تدمير الوهم، السلحفاه بعدها بتتدمر وبيظهر شكلها الحقيقي، واين بيمسكها كانها قطه في ايده. والاول مره اين بينجح من غير مساعده. وبعد ما بينا شافت قوه اين بتستسلم وبتفتح لهم البوابه اللي توصلهم للشجره اللي عايشه فيها. وبعد ما بتسلم على اختها بتطلب من اين انه ياخد نواه الشجره بتاعتها وتروح تكمل باقي الطريق لاخواتها لانها زهقت من قعدتها تحت الارض. واين بيوافق لما بيلاقي يوري عايزه كده. وفجاه السلحفاه بتتحول لبنت، ودي بتكون واحده من اقوى 4 وحوش في العالم واللي بتحمي بينا والشجره، واسمها كورو. فاين بيستأذن منها عشان ياخد بينا معاهم للعالم بره. فكورو بتوافق لكن بشرط انه يبلع حجر الفلاسفه عشان هي كمان تقدر تتحرك معاه وتحميها في اي مكان. فاورسو بتجهز حجر الفلاسفه مع نواه الديمس وبتدخلها في عين اين. بعد كده اين بيعرف جاسبر انه عايز يبيع كل الادوات اللي كسبها في الديمس، لكن قبل ما جاسبر ياخدها بياخدوا نقابه المغامرين عشان يبيعها هناك ويقدر هو يشتريها منهم لان ده القانون في المدينه. واول لما بيوصلوا الموظفه بتاخد منه بطاقه التعريف بتاعته، لكنها بتتصدم لما بتلاقي وظيفته مقيم وبتقول مستحيل واحد زيك يقدر يقتل الوحوش. وبتقول لجاسبر الولد ده بيخدعك، ابعد عنه. وحتى كل المغامرين بيتريقوا عليه. فجاسبر بيشوف اين اتضايق جدا من كلامها، فبيقول له وريهم كل المخزون اللي عندك. فاين بسرعه بيخرج كل الوحوش من المخزن السحري اللي ادته له اورسو في ايده، وكل الناس هناك بتتصدم لان الوحوش دي نادرا لما بتظهر ومحدش بيقدر يموتهم مهما كان مستواهم. لكن برضه الناس مش بتسيبه في حاله وبيقولوا عليه انه سارقهم لان واحد من اقل طبقه في المجتمع مستحيل يكون قوي كده. فبتتدخل ميجان رئيسه النقابه وبتسكت الناس وبتقول لهم ما ينفعش تحتكروا شخص عشان مكانته في المجتمع قليله. وكمان جاسبر بيدافع عنه وبيقول لها انا اضمن لك بنفسي ان الشخص ده يقدر يقتل وحوش اقوى من كده بكتير. فاين ولا اول مره بيفرح في دخوله للنقابه لانه ما كانش بياخد كلمه حلوه من حد، وكل كلامهم كان تريقه واهانه ليه ولعيلته. وبعد ما المغامرين بيعرفوا انه قفل 2 من الدياميس السحريه بيطلبوا منه ياخدهم في مجموعته لكنه بيهرب منهم. وبيرجع اين للقصر وبيرتاح في حمام السباحه لكنه بيفكر في كل اللي حصل معاه زمان وبيقول لنفسه انا كرهت اني اتعامل بالطريقه دي. والانبهار اللي بيبان في عين الناس بعد ما يعرفوا قوتي ويعرفوا اللي عملته ده مش بيخليني مرتاح لاني مش متعود على كده. فبتخرج يوري تقعد معاه، لكن اورسو بتبوظ عليهم اللحظه دي هي وبينا. فبيخرج اين وبيروح يقعد مع كورو وبيقول لها انت كمان بتعاملي بينا على انها بنتك زي اورسو. فكورو بتقول له ده اكيد حراس شجر العالم هم اللي صنعوا نواه الشجره، والبنات الصغيرين دول هم اللي ظهروا من النواه. فاين بيقول لها يعني لسه في 6 تانيين اخوات يوري ومعاهم 6 حراس. فكورو بتقول له الحقيقه ان هم 7. الشجره اللي دبلت نواه روحها ما اتدمرتش، دي كانت اول نواه واول روح لشجره وتقريبا كده هي لسه عايشه واسمها ايكيديا، ودي بتكون الاخت الكبيره والمفروض تكون معاها حارستها بتحميها، لكن محدش يعرف مكانها ولا حتى نعرف فين الاماكن اللي فيها باقي الاشجار. وبتسال اين اذا كان هيستسلم لو وصل لطريق مسدود وما عرفش باقي الاماكن. فاين بيبتسم وبيقول لها مستحيل، انا بقيت مديون ليوري واقل واجب هعمله معاها ان اجمعها بعيلتها تاني، هعمل كل اللي اقدر عليه علشانها. فبيصحى اين الصبح بدري وبيلاقي ميجان رئيسة النقابة جاية تزوره عشان تطلب منه خدمة، وبتقول له التنين بيهمس واحد من اقدم التنانين واللي جابها ملك الشياطين على الارض وكان هربان من فترة طويلة، لكنه ظهر اخيرا وهاجم التجار وطلبها كان انه يهزمه لانها شافت انه الوحيد اللي هيقدر يعمل كده. لكن قلب اين الشجاع بيخليه يقبل المهمة وبيروح لطريق التجار في الصحراء وبيخلي اورسو تحدد مكانه. فاورسو بتقول له التنين بيقدر يمتص السحر وكمان التعويذات وبيخليها قوته اللي بيهجم بيها على عدوه، يعني هيكون مضطر انه يستخدم السيف وقوة العين ويبعد عن السحر. فاين بعدها بيفجر الرمل فالتنين بيخرج من تحته وبيكون حجمه مش طبيعي ابدا وبيقول مين اللي استجرأ انه يصحيني من نومي، انا التنين العظيم اللي اخدت قوه ملهاش حدود من ملك الشياطين ولسه ما اتخلاش اللي يقف في وشي. ولما اين بيقول له انا جيت اهزمك بيضحك عليه وبيتريق وبيقول له انت فاكرني ارنب بفرو جاي تلعب معاه، مخلوق ضعيف زيك مالوش قيمه، انا صنعني ملك الشياطين وههزمك بسهوله. فاين بيرد له الاهانه وبيقول له الظاهر كده ملك الشياطين ما كانش قوي كفايه عشان يصنع تنين هيتهزم على ايدين بشري، فالتنين بيغضب اكتر وبيستخدم السحر، لكن اين بسبب سرعته الكبيره بيجري ناحيته وبيقطع ايده والتنين بينزل تحت الرمل وبيخلي اين يدخل في حاله توتر وبيخرج بعدها وبيبلعه. لكن اين بيستخدم اقصى قوه للسحر المعاكس اللي جوه جسمه وبيفجره بعد ما قدر يحلل بعين شجره العالم ان قوه التنين في جلده لكن جواه كان اضعف بكتير، فالتنين بيقدر يتكلم حتى بعد ما انفجر وبيفضل باصص لاين وبيعترف بالهزيمه وبيقول له انا اتمنيت الموت من زمان لكن ما كنتش اعرف انه مخيف بالطريقه دي لدرجه ان كلماته بتاثر فيه. وبعد ما الملك بيعرف انتصارات اين بيطلب يقابله وبيقول له كنت حابب اقابل جوز بنت المستقبلي واخيرا جت الفرصه، وبيشكره انه قتل التنين وحرر المدينه من تهديده وكمان لانه انقذ الاميره، وقبل ما يمشي بيديه ساعه عليها الختم الملكي.
يقدر يروح بيها اي مكان عايزه، واين بياخدها وهو مبسوط لانها هتنفعه انه يتحرك بيها اماكن كتير لان طريقه طويل عشان يلاقي باقي اخوات يوري. وبينتشر بعد كده خبر موت التنين في العاصمه كلها، وبيتمشى زويد اللي دخل في حاله اكتئاب بسبب اين وانتصاراته وبيتمنى انه يموته، فبتظهر له بنت مش بشريه اسمها ايكيديا بتقول له انها هتساعده. وبعد كده بتصحى يوري من النوم قلقانه على اين واللي بقاله وقت طويل نايم، فاختها بينا بتعرفها انه تعبان شويه وبتقترح عليها انهم يطبخوا له اكل دسم عشان يتحسن، لكن لازم ينزلوا السوق يشتروا الطلبات. لكن يوري بتكون قلقانه انهم يبعدوا عن اين او يخرجوا من غير ما يعرفوه لان العالم بره خطر عليهم، لكن بينا بتقنعها بسهوله. فبيحلم اين بالوقت اللي كان بيشتغل فيه مع زويد وبيشوف قدام عينيه المعامله اللي كان بيتعامل بيها، وبيتضايق انه كان قابل على نفسه كده عشان خاطر ياخد ملاليم منه. وزويد اللي ما كانش بيسمعه كلمه كويسه ابدا، كان كل كلامه معاه مليان بالاهانه والذل والتقليل منه ومن اهله. وكمان بيشوف رؤيه لما كانت الكلاب هجمت عليه، وبيشوف نفسه ميت بعد ما الكلاب كلته، وبيكون مدرك ان لولا انه قابل يوري كان هيكون ده مصيره. لكن حتى نفسه في الحلم كانت بتهاجمه وبتقول له ان قوته دي مش مجهود شخصي منه لكن كلها من شجره العالم، وانه ما ينفعش ينسى اصله وينسى الطبقه الدونيه اللي اتولد منها. فبيصحى اين بيصرخ من الخضه وبيلاقي اورسو قدامه، فبيسالها عن يوري، فبتعرفه انها نزلت المدينه وهي متابعه تحركاتها. ولما بيقول لها انه عايز يروح وراهم بتقول له ارتاح شويه، انت كنت بتبكي وقت نومك. فاين بيقول لها حلمت حلم فوقني وعرفني ان كل اللي انا فيه مجرد حظ، لولا اني قابلتكم ما كنتش هبقى هنا ولا كان ده هيبقى مكاني، كان زماني في معده كلاب الجحيم. وبيقول لها انا الاساس اللي جاي منه مستحيل يتغير، انا لسه في نظر الناس الشخص اللي بيجمع الزباله. وبعد كده ايكيديا بتقول لزويد انها هتساعده ينتقم من الشخص اللي بيكرهه لانها تعرفه، وكمان بتعرفه ان مصدر قوته الجديده ملوش اي مجهود فيها، بالعكس دي بسبب عينيه. فزويد بيتعصب زياده وبيقول لها انا كنت عارف انه ضعيف ومستحيل يكون حد ضعيف زيه يكون بالقوه دي فجاه. فايكيديا بتقول له ايه رايك اديك عين الروح اللي معاه وهتبقى اقوى منه، وزويد طبعا بيوافق. فايكيديا بتحس انه فريسه سهله وبتديه عين الروح الشريره، وبدل ما يكون اقوى لا ده بيتحول لوحش ب3 عيون. ايكيديا بتتحكم فيه زي ما هي عايزه وبتقول له انا بديك القوه من جسد البشر الضعيف، اهزم اين وارجع لي بسرعه. فزويد بعدها بيطير وبيجري فوق البيوت بعد ما اخد مجموعه كبيره ومختلفه من القوه والمهارات اللي انفجرت جوه روحه. واول واحده بيشوفها هي جولين، ودي اكتر واحده كان عايز ينتقم منها بعد ما شوهت سمعته، وبيروح ياكل دماغ الشخص اللي خانته معاه. فجولين بتعرف زويد من صوته وطبعا بتفضل تتحايل عليه انه يسيبها تعيش وهترجع له وهتصلح كل غلطاتها وبتعتذر عن اللي عملته، لكن زويد مش بيرحم، بياكل دماغها من غير رحمه كانتقام للي عملته فيه، وبيكون مبسوط جدا وحاسس بالقوه من اول انتصار ليه، وبيروح يقتل كل الناس اللي عملوه بطريقه وحشه وطردوه من وسطهم. وايكيديا بتكون مراقباه وبتضحك عليه لكن بتقول له كفايه لعب مع الحشرات، اقتل الروح اللي اين بياخد منها القوه، وبعد كده هيرجع اين الشخص الضعيف اللي ما كانش ليه اي قيمه. فزويد بعدها بيروح ليوري واللي كانت بتنقذ الناس بميه شجره العالم، لكن بينا بتحط عليه حاجز وبتاخد اختها وبتهرب، لكن ايكيديا بتقول له استخدم قوه العين وروح وراهم بسرعه. فزويد بيدمر الحاجز وبيروح يمسك يوري وبيقول لها انت غبيه جدا عشان اديت القوه لواحد ضعيف، المدينه كلها بتعامله على انه كلب شوارع. وقبل ما يموتها يوري بتصرخ باعلى صوت على اين، وفي اخر ثانيه اورسو بتنقل اين للمكان وبيقطع ايد زويد وبيحررها وبيخليهم يدخلوا في العين عشان ما يتعرضوش للاذى. فزويد بيهجم بكل قوه لكن اين بيصده وبيحط حاجز حواليه، لكن زويد بيدمره بسهوله. وبتقف ايكيديا تضحك من بعيد وبتقول مستحيل قوه واحد مبتدئ تقف قدام قوه مهاراتي اللي بتصد قوه الارواح. وزويد بيقول لاين اللي عرفه من صوته وتريقته عليه انا هدمرك لان قوتي بقت شبهك بالظبط، اخدت قوه عين الروح. ولما اين بيركز مع كلامه بيرخي دفاعه وزويد بيضربه بلكمه خطيره بتطيره بعيد. فاورسو بتقول لاين انت بتعمل ايه؟ لو ما وقفتوش هيموتك، لكن اين ما كانش هين عليه يموته حتى لو كان اخد شكل وحش لكنه لسه بشري. لكن زويد بيلعب على الحته دي وبيقول له انت بتتهاون معايا ليه؟ مش انت كنت عايز تنتقم مني على التنمر والاهانه؟ وكمان نفسه القديمه بتحاربه وبتقول له ده الوقت المناسب انك تنتقم من كل اللي تريقوا عليك زمان، واولهم زويد. انت وهو بقيتوا وحوش زي بعض، مش هتفرق اذا قتلته ودمرته لان دي طبيعتك الجديده. والكلام والضغط ده بيشتت اين جدا. فيوري بعدها بتخرج وبتقول له زويد اين مستحيل يكون شرير زيك. واورسو بتقول له انت بقيت قوي بمجهودك وذكائك وعندك قلب كبير عايز يحمي كل اللي بيحبهم، والشجاعه اللي فيك ما كانتش من قوه يوري، صفاتك كلها كانت نابعه من قلبك. فاين بيتاثر جدا من كلامهم وبيوعدهم انه يكون قد الثقه دي. ولما بيدرك كويس ان القوه اللي اخدها نماها بموهبته وقوته الروحيه بيوصل لاعلى درجه من قوه عين الروح والقوه السحريه، وبعدها قوته بتوصل ل 100%. وبعد ما بيامن بنفسه بيوصل لمستوى الحارس الامين، وبتكون قوه زويد قدامه 10% بس، لدرجه انه ما بيقدرش يدمر اي حاجز تاني. فاكيديا بتديه قوه اكبر، لكن اين بضربه واحده من السيف بيكسر العين الشريره وبيرجع زويد بعدها لطبيعته وبيمدله ايده وبيقول له حتى ان كان الضعيف قادر يتغير انت كمان ينفع تتغير، كل اللي عليك انك تقبل بالحقيقه وبالمساعده وتمسك ايد اللي عايز يساعدك. وبرغم ان زويد كان كاره انه يتكسر قدامه لكنه بيستسلم وبيتقبض
بيتقبض عليه، واين بيكون عايز يعرف مين اللي استغل زويد وحوله لشيطان عشان ينتقم. وبعد ما اين بقى حارس رسمي ليوري كان لازم انهم يعملوا طقوس العهد مع بعض، وأورسو بتقوله كمان ان الطقوس دي ضروريه عشان يقدر يستخدم كميه مناسبه من السحر. وبالرغم ان أورسو كانت جايه على نفسها وهي بتقول كده، لكنها بتعرفه ان العهد بينهم لازم يكون بتواصل مباشر بين الاتنين. لكن اللي بيجي في بال اين انه هيكون زي فارس بيبوس ايد الاميره، لكن بينا وكورو كان الفضول واخدهم ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن أورسو بتاخدهم وبتطلع بره، فاين بعدها بيبوس دماغها، ولما العهد بينهم بيتم بيظهر نور قوي جدا بيحوطهم، وبتتطور قوه العين الروحيه لمستوى اعلى. فبتروح ايكيديا للبارون فالكو ومعاها رساله من ملك الشياطين فيها امر بقتل الشاب اين. ولما بتلاقي البارون مستهتر بالاوامر وازاي يروح بنفسه عشان عيل صغير ملوش لازمه، وايكيديا بتعرفه انه قتل بهموس التنين، وده اقدم تنين على الكره الارضيه، وبتقنعه بطريقتها انهم واثقين فيه بانه الوحيد اللي هيقدر ينفذ المهمه دي. وفي نفس الوقت البارون بيفتح بوابه تنقله لعالم البشر، وبيستخدم قوته في الطيران، قوه رياح العواصف، بيقدر يطير بسرعه لدرجه ان محدش يقدر يشوفه بالعين المجرده. وبيروح للموقع اللي فيه اين وبيقول له انا جيت بامر اني اقتلك، فاين بيكسفه وبيقول له كفايه كلام، صوتك عالي هتصحيهم كده. ففالكو بيتعصب عليه وبيقول له انا هقطع لحمك بضوافري وبعدين اوزع جثتك لكل مكان في العالم. واول لما بيقرب منه اين بيديه قلم معتبر بيطيره لبعيد، وبيروح وراه عشان يخلص عليه، وبيبعده عن القصر، وبيقول له انت بارون مش كده، وبيقول له ان دي اقل مكانه في مستويات النبلاء، وبيضربه بقوته السحريه يوقعه على الارض. وبيستغرب هو ليه كان جاي يقتله ويعرفه منين اصلا. فبيروح اين الاسرى عشان يدخل المكتبه المحرمه واللي جواها ارشيف وكتب كتير عن العيله الملكيه، وبسبب الساعه هيقدر يدخل هناك من غير مشاكل. لكن كلاوديا بتقول له لازم كمان تاخد موافقه امين المكتبه. وبمجرد دخول اين بيتبني حاجز يمنع اي كائن غير بشري من انه يعدي، وبيتقطع الاتصال بينه وبين يوري وأورسو واللي وقفوا بعيد بسبب الحاجز. وبرغم ان اين كان خايف لكنه بيدخل، وفجاه بيلاقي بنت بتقع وبسرعه بيروح ينقذها، لكن ده كان اختبار ليه. فاين بيعرفها على نفسه، وهي كمان بتقول له ان اسمها أليس، وبتخرج بعد كده عصايه سحريه من ايديها ترجع الكتاب مكانه، ولانها امينه المكتبه بتكون عارفه مكان الكتب كلها. وبتقول له اين انت جيت هنا ليه؟ فاين بيقول لها انه عايز يعرف مكان باقي الدياميس السحريه عشان عنده حد عزيز عليه لازم يجمعه باهله. فأليس بتديه كتاب وبتقول له المعلومات اللي عايز تعرفها موجوده هنا، وبيبان على البنت ملامح اكتئاب شديد. وبتقول له انا قدرت احدد ان عينك الشمال نواه روح شجره العالم بتاعه يوري، لان انا كمان روح شجره. فبيخرج اين بيعرفهم اللي حصل، وبنعرف بعد كده ان الحارسه دي اسمها اكاهاني. بعد كده الحارسه اكاهاني بتقول لأليس ما عرفتهوش ليه مكان الديماس السري، هو انت مش عايزه تقابل اختك؟ فأليس بتقول لها انا خايفه من العالم بره وبكره البشر لانهم قتلوا اختي الكبيره ايكيديا. ولما بيدخل اين تاني اكاهاني بتقول له ممنوع حد يدخل غير البشر، لان أليس اضعف من انها تحارب اي شخص قوي، ومش هينفع تخرج من المكتبه لانها مش عايزه كده، فمش هتقدر تستحمل العالم ولا تتاقلم معاه. فاين بعدها بيروح لأليس بيقول لها انا عارف معنى انك تكوني خايفه من عالم غريب عنك، وانا كمان كنت خايف وعديت بالمرحله دي، لكن بسبب يوري والباقي قدرت اتشجع، ولو انت اخدت القرار احنا هنساعدك. وبيوعدها انه يختم الديماس بتاعها عشان تقدر تخرج. فأليس بتاخد وقت طويل تفكر في اين، لانها كل ما بتشوفه نبضات قلبها بتكون سريعه، وحست ان العالم الرمادي اللي كانت عايشه فيه اتحول لالوان. والاحساس ده قرأت عنه كتير في الكتب، وده مش مجرد اعجاب. وحتى الحارسه بتاخد بالها وبتقول لها ادي فرصه لاين يخرجك وانا هكون معاكي خطوه بخطوه. ولما اين بيرجع أليس بتقول له انها واثقه فيه وانها عايزه تخرج بره المكتبه تشوف اختها وتدخل في كل تجربه كانت خايفه منها. واين بيفرح جدا بالثقه دي وبياخدها وبيخرج بره الشجره لقلب الديماس. واكاهاني بتدي نواه الشجره وبياخدهم وبيعدي في كل مراحل الديماس الصعبه، وبيقتل كل الوحوش اللي في طريقهم من غير مساعده أورسو، وبياخد كل قوه الوحوش وبيخرج من الديماس. وبعد كده بيوصل أليس لاخواتها واللي بيفرحوا جدا انهم شافوها اخيرا. وبينا الوحيده اللي بتاخد بالها ان أليس معجبه بيه وبتغيظها بتصرفاتها، لغايه لما أليس بتحس بغيره منهم وبتقرب من اين زيهم. وبعد ما الكل اخد باله ان أليس بتحب اين، كلهم بلا استثناء بيسالوه اذا كان بيحب أليس ولا لا. فاين بيحس بضغط شديد بسببهم، وكل ما بيسيب المكان وبيروح يقعد لوحده بيروحوا وراه وبيصمموا انهم يسمعوا رده. لكن اين كان خايف يقول لا يجرح مشاعرها، وخايف يقول ايوه وهو مش حاسس من ناحيتها غير باعجاب بسيط. وبينا الشقيه هي اللي بتولع الدنيا بكلامها لما بتشوفه مركز مع يوري بس. فاين مش بيستحمل البخار اللي في اوضه الساونا وبيقول لهم انه خارج، لكن أليس بتمسك فيه وبتقول له عايز افضل جنبك. لكن اخواتها لما بيسمعوا وحتى اين بيفهموا انها عايزه تفضل مع اخواتها، وده عكس اللي كانت تقصده. وبعد كده اين كان قاعد لوحده وبيكون حاسس بملل، فبتيجي ميجان وجاسبر بيتعاملوا معاه بكل لطافه وحنيه، وده طبعا لان عندهم طلب. فجاسبر بيتدخل في الموضوع وبيقول له انه اخذ امر من الملك عن الشياطين. فاين بيفتكر البارون، وميجان بتقول له من مئات السنين الشياطين انطردوا من عالم البشر، لكن الفتره الاخيره ابتدى يظهر فيها عدد منهم بيهدد العالم، ومهمته انه يحمي الناس ويموتهم لان وجودهم هيجيب دمار على الارض.
وحتى المغامرين لو اتجمعوا كلهم مستحيل يقدروا يهزموا شيطان واحد. فاين بيقول لهم انا كمان هكون حابب ان اساعد الناس، لكن اورسو بتقول له المهمه دي لو قبلتها هتعطل هدفنا. لكن اين بيقول لها انا عارف كويس احساس ان يكون في عدو قوي في مكان بيهدد سلام الناس، انا عشت كده طول عمري ومش عايز حد غيري يدخل في التجربه دي، وانا كنت بالنسبه لكم غريب وساعدتوني، وبالقوه اللي اديتوها لي لازم اساعد بيها غيري. وكلامه بيقنع يوري وبتقول له انا موافقه انك تعمل كده، وكلهم بيتحدوا معاه عشان يوافق على المهمه. وفي المدينه اللي هجمت عليها الشياطين بيهرب الناس لاماكن بعيد خوفا من انهم يموتوا، وكمان بياخدوا معاهم اطفالهم. لكن مجموعه كبيره بتروح لتنين بيحمي القريه واسمه هايدرا، بيطلبوا منه انه يسامحهم ويسمح لهم يعيشوا ويحميهم. لكن التنين هايدرا ما بيقتنعش بالطفله اللي بيدوها له، واللي بتكون بعد غياب طويل. لكن الاب ما بيستحملش يشوف بنته بتتاكل قدام عينيه كضحيه، وبيقول لهايدرا ارجوك كلني انا بدل بنتي. لكن التنين هايدرا بيقول لهم انتوا نسيتوا اتفقنا ولا ايه؟ احنا طلبنا منكم تقدموا بنت كل شهر عشان نحميكم، والعقوبه على كسر الوعد هو موت قريتكم كلها. وبيتنفس عليهم غاز سام، وقبل ما ياكل البنت بيوصل اين في الوقت المناسب وبينقذها. واورسو بتعرف اين ان ده تنين في شكل افعى بيطلق غاز سام، وحتى جسمه مصنوع من المواد السامه. فاين بيطلب المساعده من يوري وبينقذوا مع بعض كل اللي اتاثروا بالغاز بعد ما نشر الميه في الجو، وده كله بعد ما مستوى العين اتطور بسبب العقد. واين بعدها بيقول لرجال القريه يهربوا، لكنهم بيقولوا له ايه فايده الهروب، كده كده احنا ميتين. وحتى التنين بيقول له عدد البشر زاد واحد حتى لو كان اقوى منهم، لكن الوجبه يا دوب هتكفيهم. لكن اين من غير ولا كلمه بيطلع سيفه، وبالتقنيه الجديده اللي اكتسبها بيشرح التنين على 100 قطعه من غير ما يتحرك من مكانه. وكل رجال القريه بيكونوا مصدومين وبيقدروا يتعرفوا عليه، لان خبر موت التنين القديم وصل لكل مكان في العالم. واورسو بتشجع اين بكلامها بعد لما لقيته عارف يدمج بين القوه الجديده وقوه التقييم بسهوله من غير مساعدتها، والنتيجه كانت مبهره. وكل القريه بيشكروه لان لولا كان زمانهم ميتين. فاين بعدها بيروح لقصر ملك المدينه، لكن بيلاقي ان المكان جميل جدا عكس باقي القريه. ولما بيدخل بيلاقي الامير نيجون، فبيساله عن الوحوش اللي بتظهر في قريتهم، لكن نيجون بيقول له ما شافش وحش قبل كده. ومدينتنا جنب غابة اسمها الهاوية، واللي مشهورة بانها مكان بيضم الوحوش، وممكن تكون الناس من الخوف قالوا على الوحوش شياطين. لكن اين بيقول له ازاي وانا هزمت التنين هايدرا قبل ما اجي. فنيجون بيتخض وبيقول له انت عملت ايه؟ كده الوحوش هتملى المدينة، لان التنين هايدرا هو اللي كان بيحمينا، وبسببه الوحوش ما كانتش بتدخل هنا. ولو كنت بص على التضحية فهي مش مهمة عشان باقي المدينة تعيش، ولا انت ناوي تفضل هنا للابد تحمي الناس؟ وبيتعصب بعدها جامد من اين لانه مضطر يشوف خطة بديلة يحمي بيها المدينة. وبيخرج اين يفكر هو اللي عمله كان صح ولا غلط. فنيجون بعدها بيقف قدام المرايه بتاعته واللي بتتكلم، وبيصرخ ومش لاقي حل للمشكله، لكن نسخته في المرايه بتقول له ان اين هو المشكله لانه مش بشري. فبيروح اين يتكلم مع سكان القريه اللي عايشين في دمار، وكل ما بيسالهم عن الملك محدش بيرد غير شخص بيشرح له الحاله، وبيقول له احنا كل اللي طالبينه اننا نعيش في سلام زي باقي البشر، وحالتهم بتصعب عليه جدا. فبيحط ايده على الارض وبيخرج بذور من المخزن، وبقوه العين بيخلي الارض تطلع زرع، وبيحط ايده على السور وبيبنيه من جديد. فالراجل بيحكي له ان بعد ما الملك مات وابنه جه مكانه كل حاجه باظت، وهو اللي جاب التنين هايدرا واتفق معاه انه يقدم له كل شهر بنت لغايه لما 90% من بنات المدينه اتاكلوا، ورفع الضرايب على الكل، واللي ما بيدفعش بيقدموا اضحيه للتنين، وكل اللي دخلوا القصر عشان يشتكوا ما رجعوش تاني. فاين بعدها بيشوف بعين ال1000 ميل عدد كبير من الوحوش جاي ناحيه المدينه، وبيقف بكل عزيمه عشان يدافع عن سكانها اللي ما يعرفهمش. بعد كده اين بيقف على السور وبيراقب آلاف الوحوش اللي خارجه من الغابه، واورسو بتقول له ان السور ده مستحيل يفضل ثابت قدام عددهم، والوحوش لو دخلت المدينه مش هتخلي بشري واحد عايش. فاين بكل شجاعه بيطير في الجو وبيقول لها انا وعدتهم احميهم ورجع لهم الامل، وبيضرب ضربه خارقه عليهم لكنها ما بتعملش حاجه غير انها بتزود عددهم، وبيكون على الارض سرب من الوحوش عدده لا نهائي، وكمان بيطيروا عليه عشان يضربوه. لكن اين بيبطئ حركتهم وبيضربهم بالسيف، وبيحوط عدد منهم بالسحر عشان يفجرهم. وحتى لما بيهجم عليه وحوش من ورا ظهره بيستخدم تقنيه النسخ وبيقطعهم بخيوط العنكبوت. فاورسو بتقول له لو استمريت كده انت اللي هتقع من التعب، لكن اين كان مصمم انه ما يستسلمش ولا يهرب غير لما يموتهم كلهم، وبيستخدم قوه الجاذبيه في توزيع قطع السيف. لكن الموضوع بيكون صعب عليه لان قوه الانتشار عايزه طاقه كبيره جسمه ما كانش مستحملها، وبالرغم من كده بيقاوم وبينهي الضربه لغايه لما بيقطع سرب الوحوش كله، لكنه بيقع منهار من التعب. وبرغم ده كله كان مبسوط انه قدر يحمي الناس واللي ملهاش حول ولا قوه في المدينه. لكن يوري بتعالجه عشان يقدر يقف من تاني بعد ما الضربة أخدت كل قوته. وبعد كده بيخرج أهل المدينة يشكروه إنه أنقذهم لتاني مرة، لكن في راجل منهم بيكون متضايق جدا لأن شخص غريب دخل المدينة ما يعرفش عنهم حاجة أنقذهم وكان هيموت بسببهم، وبيكون حاسس بالذنب إنهم طول الوقت كانوا واقفين مستنيين اللي ينقذهم من غير ما يتحركوا واستسلموا لمصيرهم. وبيحمس الباقيين عشان يكون ليهم دور في إنهم يبنوا مستقبل جديد لأولادهم. وكل الشجاعة دي جت بعد ما شافوا اين وحبه في إنه يساعدهم. ويوري بتقول لاين بسببك الناس رجع لها الأمل في إنهم يعيشوا. فاين بيقول لها في البداية ما كانتش عندي
الرغبه دي غير لما انت اديتيني الثقه والقوه والشجاعه، كل ده بسببك، انا قدرت اعمل كل ده مع الناس لانك عملت كده معايا الاول. وبيحكي لها قد ايه هو مبسوط لانه بقى شبهها وان شخصيتهم بقت زي بعض. واهل المدينه بيسمعوا كلام اين، فبيقولوا لبعضهم انهم مش هيسمحوا لنيجون يتحكم فيهم تاني. لكن نيجون بعدها بيخرج وبيقول لهم انتوا بتتكلموا عني في غيابي. واهل المدينه بيقولوا له ان دي اخر مره هيسمعوا اوامره لانه ما قدرش ينقذهم. فنيجون بيقول لهم انتوا هتفضلوا مخدوعين كتير، اين اللي قدامكم ده شيطان، فكروا شويه، مستحيل انسان طبيعي يقدر يعمل كل اللي عمله، دي مسرحيه هو بيعملها عشان يقدر يتحكم في مدينتنا. لكن الناس بيقولوا له حتى لو كان شيطان ده هيكون افضل منك انت لانك كنت بتضحي بينا واحد ورا التاني، احنا محتاجين واحد يدافع عننا زي اين. فنيجون بيحس بألم شديد جدا في دماغه بسبب الشيطان اللي كان بيتواصل معاه في المرايه، لانه كان بيستغله عشان ياخد جسمه ويقدر يحكم مدينه البشر. واول لما بيمسك مرايته يطلب مساعده من الشيطان شادو، فاين بيعرف ان اللي حصل مع زودا هيتكرر تاني وبيصرخ بصوت عالي عشان يسيب المرايه. لكن الوقت كان فات وشادو بيسيطر على نيجون وبيقول له الوقت اللي جاي لازم تسمع كلامي وكل اللي مش بيطيعوا اوامرك لازم تقتلهم زي ما عملنا مع والدك. فنيجون بعدها بيقول له لكن والدي مات بسبب المرض. فشادو بيضحك وبيقول له خليني اعرفك الحقيقه، وبياخدوا لذكرى قديمه لما كان والده الملك كان بيساعد الناس الكبار في السن في الزراعه وكان محبوب جدا وسطهم. انما نيجون كان عنده مرض معدي ومحدش كان حابب يقرب منه حتى اطفال سنه، وكان كل ما بيتمشى في المدينه يسمع الناس بيتكلموا عليه وبيقولوا انه اتاخد من غابه الهاويه. والصدمه وقتها كانت كبيره لدرجه ان دموعه خرجت شيطان شبهه عشان يتحكم فيه وفي تصرفاته. فنيجون حب الشيطان اللي خدعه بانه صديق ليه وشاركه في كل حاجه. وفي يوم من الايام كان الملك تعبان ونيجون كان قلقان جدا عليه، فشادو اقترح عليه نوع عشب معين وقالوا لو اديتها له هيخف بسرعه. فنيجون بحسن نيه بيجيب العشب وبيعمل منه شاي وبيقدمه له، والملك بيفرح جدا لما بيشربه. لكن حالته مع الوقت بقت اصعب، فنيجون زرعه من العشبه اللي شادو قال له عليها وكان بيعملها لوالده مشروب كل يوم. لكن الملك بعدها بيموت بسببها، وده اللي كان عايزه شادو من الاول. واللي اول لما عرف ان الملك مات فرح وشجع نيجون انهم يمسكوا الحكم مع بعض، هو هيقرر ونيجون هينفذ. وبيقول له في الاخر انت قتلت ابوك بايديك، والنبته اللي كان بيديها له كانت نبته سامه كانت بتسممه مع الوقت وبتموت اعضائه. وبيقول له انه قال على اين شيطان عشان يخلص منه زي ما خلص من الملك، ومش اين هو اللي شيطان، لكنه هو كان كل هدفه انه يبني مسار بين البشر والشياطين وانه كان السبب في فتح الباب ليهم. وقتها صدمه نيجون وصراعه مع الحقيقه اللي هزت كيانه ما كانتش سهله، وبسبب الغضب اللي جواه شادو بيقدر يتحكم فيه. بعدها اورسو بتقول لاين ان الشيطان ده استخدم تمويه عشان محدش يقدر يكتشفه. فاين بعدها بيقول لشادو خرج نيجون بره الموضوع، لكن شادو بيضحك وبيقول له نيجون قدامك اهو، لكنه اضعف من انه يتحكم في نفسه، عشان كده الوقت اللي جاي انا اللي هكون مسؤول عن كل حاجه حتى المدينه. وبيرمي كل اللوم على اين وبيقول له ان اللي حصل مع نيجون كان هو السبب فيه لانه كان بيستخدمه عشان يخرب المدينه اللي هتكون قريب حصن وكمان بوابه للشياطين واللي هتدخل منها للعالم ده. لكنه لما خرب الخطه اضطر يظهر نفسه وبيقول له انه طالما اخد جسم نيجون هو مش هيقدر يعمل اي حاجه خوفا من انه يؤذيه، مع ان في النهايه لما شادو يوصل للي عايزه هيموت نيجون وبتبتدي قوته تظهر. فاين بسرعه بيحط عليه حاجز، لكن شادو بيتريق عليه وبيقول له كفايه لعب عيال، قوتي مضاده للارواح اللي انت واخد قوتك منهم. وبيستدعي وحوش من البوابات اللي بيفتحها تحت الارض وبيخليهم يهجموا على الناس. فاين بسرعه بيستخدم تقنيه النسخ وبيخرج منه نسخ كتير جدا عشان يحموا الناس ويقتل الوحوش بالسيف، لكنه ما بيركزش مع شادو اللي بيظهر من وراه وبيضربه وبيقول له ما تنساش ان عدوك لسه موجود، انت بتساعد كل اللي حواليك لكنك دلوقتي محتاج اللي يساعدك. وصد اين للهجمات مش هيدوم كتير، واول لما بيخرج سيفه عشان يموت شادو بيفتكر ان نيجون لسه موجود جواه فبيبني حصن قدامه عشان يستحمل الضربات. فاين بعدها بيفكر هيعمل ايه ولو هاجم نيجون هيتاذي، وكمان شادو بيضغط عليه اكتر وبيقول له مال البطل واقف مش قادر يتصرف ليه، والطريقه الوحيده اللي هتقدر تهزمني بيها انك تقتل نيجون، لكن الظاهر بطلنا طيب مش هيقدر يعملها. والكلام ده بيستفز اين وبيقول له انك لو ضحيت بنيجون هتقدر تحمي باقي المدينه. لكن اين بعدها بيخرج عن صمته وبيقول له اضحي بواحد عشان انقذ مدينه، دي كانت فكرتك انت من البدايه، وبيصرخ باعلى صوت وبينده على نيجون. فاين بعدها بيتلقى كل الهجمات وبياخد خطوات لقدام وهو بينزف من الضرب ومستمر في انه يكلم نيجون وبيقول له انا مش هضحي بيك، وبيمسك شادو وبيديله صيع عشان يغمى عليه ويقدر يتعامل مع نيجون. وبيكون نيجون قافل على قلبه بعد ما حس بذنب انه موت عدد كبير جدا من المدينه، وبيسمع صوت اين وهو بينده عليه عشان يخرج ويحقق حلمه في انه يكون شبه الملك. وبيدخل في صراع بين احساسه بالذنب انه ساب شادو يتحكم فيه وانه عايز يشوف الابتسامه على وشوش الناس، وزي ما كان الملك بيساعدهم وبيحبهم نفسه يعمل كده وانه يواجه الحقيقه في وقت متاخر، وده كان صعب عليه جدا وواجب عليه مسؤوليه انه يكمل اللي بدأه الملك، وده بيخلق جواه امل جديد. فبيصحى شادو وبيشوف اين اللي يا دوب بيتنفس بالعافيه
وبيقرر ان المره دي يموته عشان يكمل خطته، لكن جسده بيتحنط مكانه بسبب نيجون اللي فاق لنفسه ومنعه من انه يتحكم فيه تاني، وبيطعن نفسه بعدها وبيحكي لنيجون انه كان اكتر من مجرد صديق بالنسبه له، لكن شادو بيقول له انه كان وسيله لتحقيق هدفه مش اكتر، وانه اصلا ما بيطيقش يشوفه ولا بيطيق شكله لانهم شبه بعض. وبينسحب شادو عشان نيجون يموت لوحده، وقبل ما يروح لطفله عشان يتحكم فيها اين بيموته، وهو ويوري بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان ينقذوا اين بميه شجره العالم. ولما بيفوق نيجون بيقول لهم انقذتوني ليه؟ موتي هو الطريقه الوحيده عشان اكفر عن اللي عملته، لكن بيجي اهل المدينه بعدها وبيقولوا له ان موته مش هيكفر عن اللي عمله ولا هيرجع اللي ماتوا بسببه، لكن لو عايز فعلا يساعدهم يمشي على خطوات الملك ويقف على رجليه ويهتم بالمدينه. فشادو بعدها بيقدر يحرر نص جسده من السيف عشان يهرب، لكن بينا بتحط حاجز عليه، وبيروح اين يساله هم ليه عايزين يموتوه، وبيهددوا انه هيموته لو ما اعترفش. فشادو بعدها بيقول له ان في امر صدر انك تتقتل، لكن قبل ما يقول مين بينفجر، ودي كانت تعويذه لو كشف الحقيقه يموت. وبعد ما اين بيرجع الملك بيستقبله وبيقول له ان نيجون سلم نفسه عشان يتحاكم على اللي عمله، وطلب منه انه يدي المدينه لاين عشان يحكمها، لان اهل المدينه حبوه واللي عمله معاهم ما كانش قليل، وحتى الملك اصدر قرار بكده، واين كان متفاجئ جدا، لكن لما بيلاقي الكل شايف انه يستحق المكانه دي بيوافق فورا. بنروح بعد كده لمملكه الشياطين، وبنشوف 2 بيتمشوا من الوحوش اللي بيتكلموا عن القرد البشري، واللي قتل 2 من اقوى 5 في المملكه، لكن واحد منهم رقبته بتطير، والتاني بيشوف ان اللي عملت كده هي واحده من باقي ال5 واسمها ايوانا. فايوانا بعدها بتروح لايكيديا، ولما بتشوفها بتراقب اين بتقول لها انت مركزه معاه جامد، فايكيديا بتقول لها لازم اركز معاه، اين مش بس عنده عين قويه سكنت جوه بشري، لكنه قدر يتحد بيها ويخلي كل القوه دي مواهبه ومهاراته، وبتديها امر انها تجيب لها واحده من ارواح شجره العالم الموجودين على الكوكب، لان هدف اين يجمع باقي ارواح اشجار العالم، وبتديها مكان شجره تروح تستناهم هناك. فايوانا بتوعدها انها تقتل اين وتجيب لها روح شجره العالم اللي عرفتها مكانها. وبعد كده أليس بتدخل على اين وبتقول له انها كانت بتستخدم عين ال1000 ميل عشان تعرف باقي اماكن اخواتهم وعشان تكون مفيده بالنسبه لهم، لكن واحده ساعدتها عشان تقدر تلاقي مكان شجره، وبتظهر قدامهم كروش الاخت التانيه، والغريب انها هي اللي وصلت لهم مش هم اللي لقوها، وبتقول لهم ان سبب ظهورها عشان تعرفهم ان في شيطانه من اقوى 5 شياطين عايزه تدمر شجره العالم بتاعت واحده من اخواتهم واسمها ميا، ودي اصغر واحده في اخواتهم، ولان الحارسه بتاعت ميا ماتت بسبب الناس اللي كانت بتهجم على الشجره عشان يستغلوا قوه المنى الخارجه منها، فكروش اخذت مهمه حمايتها. فاين بيقول لها وانت ازاي قدرت تسيبي شجره العالم بتاعتك من غير حمايه؟ فاليس بتقول له اخواتنا الكبار عندهم قوه انهم يتحركوا بحريه. فاين بيقول لها وانت مش هتقدري تقتلي الشيطانه بعينك الشريره؟ فكروش بتقول له اقدر اقتلها بس ده لو استخدمت عيني، لكن ده ممكن يضر بكل منطقه ميا، لان صعب جدا اقدر اتحكم في قوه عيني، والقناع ده هو الوحيد اللي يقدر يمنع القوه من انها تخرج. فاين بيقول لنفسه معقوله تكون كروش بكل القوه دي ومش قادره تهزم الشيطانه؟ وفوق كل ده المره دي مش بيستهدفون انا، لكن مركزين مع روح من اخوات شجره العالم، وبياخد راي باقي البنات عشان ياخدهم معاه هناك، وبيقول لكروش انه مش هيتاخر عليهم. وقبل ما كروش بتختفي بتسيب موقع الشجره مع أليس وبتقول له كنت واثقه انك مختلف عشان كده اخواتي بيحبوك. بيروح قايل لغابه الديمس السري واللي كانت مشحونه باللعنات، وارسو بتحذره من لعنه معينه وانه ممكن يضيع فيها للابد وما يقدرش يخرج منها، لكن نهايه كل اللي بيدخلوا هناك هي الموت، لان الغابه بتاكلهم حرفيا. لكن اين بيكون مستغرب ازاي غابه بالشر ده ما فيهاش وحوش، فارسو بتقول له ان الوحوش هنا مش بس قويه لكنها ذكيه جدا وقادره كمان تحدد ايه قوته، عشان كده مش قادرين يخرجوا الا اذا كان وحش بمستوى اعلى. فاين بيستغل كده وبيستخدم اعلى سرعه عشان يقدر يقرب من شجره ميا. وفي الطريق ارسو بتقول له انت مش ملاحظ اي تغيير؟ قوتك زادت اضعاف بعد ما هزمت الشياطين. وبتوقفه فجاه لكنها لاحظت حاجه غريبه، فاين بيقف وبيرفع عينيه لفوق بيلاقي شيطانه بتعرف نفسها ليه وانها واحده من اقوى 5 شياطين، وقوتها كانت في انها بتقدر تتحكم في كل الحشرات لانها شيطان النحله. واول لما بتبدا هجوم اين بيختفي وبيظهر وراها وبيطعنها، لكنها بتتحلل وبيخرج منها نحل كتير وهي بتكون واحده منهم، وعشان يقدر يهزمهم كلهم لازم يقتلها هي الاول. فاين بيرتاح من كل ده وبيستخدم السحر في انه يموتهم كلهم، والشيطانه بتلاقي بوابه مفتوحه فبتقرر تدخل فيها عشان تهرب، لكنها بتظهر لها ايوانا وبتموتها، وبتقدر بعدها تشوف اين اللي كان واقف وراها مراقبها، واين بيقدر يحدد ان قوتها مختلفه عن الكل بسبب هيئتها وبتعرفه مهمتها، لكن اين بيظهر وراها عشان يسلبها قوتها. لكن ايوانا كانت مختلفه عن الباقي وبيستمر الهجوم بينهم في الجو، والهجوم بيقعد وقت طويل، لكن ايوانا ما بتتاثرش باي هجوم، كل اللي بتعمله انها بتضحك وبتقول له عدى وقت طويل عن اخر مره حد ضربني، وبتخرج مسدساتها السحريه والانطلاقات فيها لازم تصيب جسد العدو، يعني حتى الهروب وصدها مش هيوقفهم. لكن اين بكل سهوله بيصدها وبيعمل هجمه مضاده ليها بتصيبها، وبيظهر وراها وبيقطع رقبتها، لكن ما بتموتش. واين بيقول لها انه سلبها قوتها لانه دمج استنزاف القوه مع كل مره ضربها فيها،
وكل ده ايوانا مش قادره تصدق انها اتهزمت بالسهوله دي، واول هزيمه ليها تكون بالبشاعه دي وكمان على ايد بشري، وبتوعده انها هترجع تقتله قريب جدا، وبتفتح بوابه بتهرب منها للعالم بتاعها، وبيدخل اين والبنات للشجره اللي كانت كروش حامياها وبترحب بيهم اول لما بيدخلوا، واين بيروح يطمن على ميا الصغيره واللي بتعتبر الطف واحده في شجر العالم. ميا اول لما بتشوف اين بتخاف وبتبكي، لكن يوري بتروح لها واول لما بتشوفها بتفرح وبتحضنها وبتقدم لها ورد، لكن يوري بتاخد الورد وبتحطه على شعرها. ولما اين بيقرب من يوري ميا بسرعه بتقول لها ابعدي عنه، ده الشرير اللي كان بيهجم علينا وبيضرب نار على السور. فيوري بتصلح الفكره دي وبتقول لها ان هو اللي طرد العدو وانهم هيعيشوا في سلام بسببه، فميا بتعتذر له وبتطلب منه انه يلعب معاها ويرفعها لفوق، لكنه بيتحمس بزياده وبيطير بيها لبعيد جدا، وباقي الاخوات بيكونوا خايفين لان بسبب الخضه اللي هتاخدها ميا ممكن تاخد اسبوع متواصل تبكي ومحدش هيعرف يسكتها، وان اين ما بيعرفش يلعب مع الاطفال، ولما بينزل بيها للارض تاني بيكون خايف جدا من رد فعلها، لكنها بتضحك ضحك هستيري وبتقول له خلينا نجرب مره تانيه، وبتقول له انها هتكتبه في سجل الاشخاص اللي بتحبهم، وبتطلب منه انه ياخدها مع باقي اخواتها، لكن اين بيفكر ان برغم سعادتهم بتجمعهم مع بعض لكن ده ممكن يجيب المشاكل بعدين. فاين بيستأذن من كروش عشان ياخد ميا، فبتقول له خدها وامشوا من هنا وانا هحمي المكان، لكن بطلنا مش بس بيقدر يقيم الوحوش لكنه كمان بيقيم القلوب، وبيعرف ان كروش هتعمل كده لانها مضطره، فبيقول لها تقدري تيجي مع اخواتك وانا هحط حاجز على الشجره وهحط نسخه مني تحميها. فكروش بعدها بتخرج له نواه الروح بتاعتها هي وميا، وباقي البنات بيفرحوا جدا انهم هيكونوا مع بعض، وايم بيقف مع اورسو يقول لها انه مبسوط لانه جمع يوري باربعه من اخواتها، واخيرا قلبه اتملى بالدفى بوجودهم وبمحبتهم ليه، وبيكون مصمم ان مهما كانت صعوبه اللي جاي لكنه لازم يجمع باقي الاربع اخوات، واخيرا اين بيقدر يحب نفسه ويقبلها، وقصه حياته كلها بتتعاد قدام اورسو واللي بتتاثر جدا بسبب اللي وصلوا له بسببه، وبتديه نواه كروش واللي بتكون قوه العين الشريره، ونواه ميا واللي بتكون قوه صنع الاشجار، وقوه العين نفسها بترتفع اكتر والمستوى بيعلى، وكروش بتعرفه ازاي يستخدم قوه العين وايه قوتها ومهاراتها، وحتى السيف بيتشحن بقوة ضرب الشر واللي يقدر يقطع أي حاجة خاصة بالسحر، وبمجرد ما بيلمس العدو بيسلب منه قوته وياخدها، وفي الوقت ده بتكون إيكيديا اللي ما بتستسلمش مجمعة أكبر عدد من أقوى الشياطين عشان تبني خطة لموت أين. فاين بعدها بيروح قصر نيجون وبيستلم مهمة النظافة هو والبنات، وبياخد أليس للمكتبة عشان ينظفوها، لكن أليس لما بتلاقي إنهم بقوا لوحدهم بتقرر إنها تعترف بمشاعرها ليه، لكن اين بيسبقها وبيقول لها وانا كمان عندي نفس المشاعر، لكنه كان يقصد حب الكتب والقرايه، لكن أليس بتفهمه غلط وبتتخيل فعلا انه بيبادلها نفس الشعور، وحماسها في الوقت ده بيطير الكتب من مكانها. فيوري بتكون مبسوطه بتجربه التنظيف لانها ما كانتش بتعمل كده ابدا حتى في شجره العالم بتاعتها، وبتحكي لأورسو انها اتعلمت حاجات كتير واكتشفت جوانب كتير في شخصيتها، وكل ده كان بسبب اين، وعشان كده نفسها تشوف اين دايما مبسوط. فكروش وميا بيدخلوا اوضه اللبس وبيلاقوا هناك فساتين كتير، فبيندوا بعدها على باقي اخواتهم، فبيقرروا بعدها انهم يعملوا حفله ترحيب بكروش وميا، وبتنزل يوري بعدها لابسه فستان اميره وبيكون جميل جدا، واول لما اين بيشوفها بينبهر بجمالها، ويوري بتاخده لساحه الاحتفال وبيلاقي ان البنات كلهم لابسين فساتين جميله وكمان بيدوا لبس الملك يلبسه، وبعدها بيعزفوا موسيقى وبياخدوا وقت طويل يرقصوا ويعبروا عن سعادتهم بعد تعب طويل جدا ضاع في المعارك مع الوحوش. وبتقف يوري مع اين وبتشكره لانه كان سبب كبير جدا في انها تتجمع مع اخواتها، وبتتمنى ان الاوقات السعيده دي تدوم للابد. فاين بيوعدها انه يجمعها بباقي اخواتها وان الاوقات دي هتكون اطول من اوقات الخوف لانه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحميهم، وبيقول لها ان حياته بقى ليها طعم بسببها هي واخواتها، وانه عايش حياه ما كانش يحلم بيها بسببهم. وهنا بتنتهي حكايه البطل اين. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر، وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده والسلام.